بعد فترة طويلة للمدرب الأسطوري أرسن فينجر مع نادي أرسنال واللي استمرت أكتر من 20 سنة، جه وقت التغيير ووقع الاختيار على مدرب باريس سان جيرمان وإشبيليا السابق أوناي إمري، واللي قدر يفوز بالبطولات سواء مع نادي باريس أو نادي إشبيليا. كانت بداية التعاقدات مع الحارس لينو من باير ليفركوزن، مع صفقات تانية زي ليكشتاينر وسقراطيس وجندوزي ولوكاس توريرا. ومع بداية موسم 2018-2019 وفي أول مبارياته الرسمية في الدوري، خسر ضد مانشستر سيتي في الجولة الافتتاحية، وخسر مرة تانية في الجولة التانية في الديربي ضد تشيلسي، عشان تكون بداية سيئة جدا لأي مدرب. لكن بعدها قدر إنه يحقق 7 انتصارات متتالية ويحافظ على سلسلة عدم الخسارة ل 14 جولة لحد ما خسر من ساوثهامبتون بنتيجة 3-2. وبعدها الأرسنال دخل في مرحلة تذبذب في النتائج وبدأ يبعد عن سباق الدوري بالتدريج اللي كان محصور بين ليفربول ومانشستر سيتي. وعلى مستوى الكؤوس فأرسنال خرج من الأدوار الأولى بعد خسارة ضد اليونايتد في كأس الاتحاد وخسارة ضد توتنهام في كأس الكاراباو، عشان يكون قدامه بطولة وحيدة وهي بطولة الدوري الأوروبي، واللي كان ماشي فيها بشكل كويس جدا. صدر مجموعته في اليوروبا ليج بدون أي خسارة وبتعادل وحيد، ووصل لنهائي البطولة ضد غريمه نادي تشيلسي. وخلال مشواره في البطولة خرج فرق قوية زي نابولي وفالنسيا، عشان تيجي أهم مباراة في الموسم بالنسبة لأوناي إمري ونادي أرسنال. في الشوط الأول كانت السيطرة متبادلة، لكن مع بداية الشوط الثاني الأمور بتتغير لصالح تشيلسي. في الدقيقة 49 بيسجل جيرو لتشيلسي في مرمى فريقه السابق أرسنال، ومن الدقيقة 60 لحد الدقيقة 72 بيسجل نادي تشيلسي 3 أهداف عشان يحسم اللقب لصالحه وتنتهي المباراة بنتيجة 4-1. المباراة دي كانت نقطة تحول في علاقة أرسنال وأوناي إمري بسبب فشلهم في الصعود لدوري أبطال أوروبا من خلال الدوري، وكان اليوروبا ليج أملهم الوحيد. مع نهاية موسم 2019 واللي بيتصنف فشل بالنسبة لأرسنال، ومع موسم 2019-2020 بيقرر إمري تدعيم فريقه واشترى أغلى لاعب في تاريخ النادي وهو نيكلاس بيبي في صفقة وصلت ل 80 مليون يورو، وضم لاعبين شباب زي جابرييل مارتينيلي وصليبا وتيرني، وضم ديفيد لويز من تشيلسي وسيبايوس إعارة من ريال مدريد. المباراة الافتتاحية كانت ضد نادي نيوكاسل وقدر يفوز بنتيجة 1-0. فاز في المباراة الثانية على بيرنلي بنتيجة 2-1، لكنه خسر من ليفربول في الجولة الثالثة. ومع تذبذب النتائج مرة تانية بيعلن أرسنال إقالة إمري بعد الفشل في تحقيق أي فوز خلال آخر 7 مباريات ليه كمدرب، عشان يتم إسدال الستار عن رحلته مع الأرسنال بدون أي بطولة. وبيبدأ الأرسنال في البحث عن مدير فني جديد. الأرسنال بعد كده بيقرر يسند مهمة التدريب لمايكل أرتيتا، المدرب اللي عنده 38 سنة وكان مساعد لجوارديولا في السيتي، ودي محاولة لإعادة الأمل في الفريق مرة تانية وإنقاذ الموسم. مايكل أرتيتا اتولى التدريب في 20 ديسمبر 2019، وكانت أول مباراة ليه بعدها بأسبوع تقريبا يوم 26 عشان تبدأ مهمته بشكل رسمي. ولكن بدايته مع الفريق ما كانتش مبشرة إطلاقا. في أول 7 مباريات في الدوري ما بيحققش غير فوز وحيد بس، والحقيقة هو مش مطالب منه يعمل معجزة ولازم ياخد فرصته كاملة. الغريب بقى في الموضوع إن كان أول مرة الأداء يتحسن معاه والفريق يكسب 3 مرات على التوالي والدنيا ابتدت تتظبط خلاص، تيجي جائحة كورونا وتوقف الكورة في العالم كله. المهم لما الكورة بترجع تاني بعد 3 شهور، أرتيتا بيستمر في شغله وبيحاول إنقاذ ما تبقى من الموسم، وفي النهاية بيقدر ينهي الدوري في المركز الثامن ب56 نقطة، وده أكيد أسوأ من الموسم اللي فات. وبالنسبة للبطولات التانية فهم خرجوا من اليوروبا ليج في دور ال 32 على إيد أولمبياكوس اليوناني. لكن أهم حاجة حصلت وتعتبر إنقاذ رسمي للموسم هو فوز أرسنال بكأس الاتحاد، وده اللي خلاهم يشاركوا في الموسم الجديد في اليوروبا ليج. موسم صعب جدا على أرتيتا لكن يعتبر نجح فيه ووصل للهدف الأهم. بدأ موسم 2021 بفوز أرسنال على ليفربول وحصوله على الدرع الخيرية، ودي تكون تاني بطولة لأرتيتا مع الفريق، وبكده هو ماشي على الطريق الصحيح. لكن برضه محتاج تدعيمات وصفقات، وكانت أهم الصفقات في الموسم ده هو سيدريك وويليان وتوماس بارتي، وهما ما كانوش الطفرة الكبيرة أكيد مع الفريق، وده بيخلي أرتيتا لسه مهمته صعبة. الانطلاقة الأولى في الدوري ما كانتش كويسة خالص، مفيش استقرار في الأداء أو النتائج، وخصوصا في الماتشات الكبيرة اللي تقريبا كلها بتنتهي بتعثر وخسارة، وكالعادة الفريق ما بيتعدلش غير على الدور التاني. ولكن برضه لسه مفيش استقرار وبيفنشوا الدوري في المركز الثامن للمرة التانية على التوالي، لكن المرة دي ب61 نقطة، وخرجوا من كاس الرابطة وكاس الاتحاد، وكده ما بقاش قدامهم غير اليوروبا ليج، وبيخرجوا منها برضو من دور نص النهائي قصاد فياريال. وبكده مفيش أي مشاركة في البطولات الأوروبية السنة الجاية، وهيبقى موسم محلي بالكامل.
وممكن عدم مشاركتهم في البطولات الأوروبية يكون فرصة لترتيب الأمور وإصلاح العيوب الموجودة بشكل عام. بس برضه هنرجع ونقول التدعيمات والصفقات أهم حاجة، وصفقات الموسم ده كانت الحقيقة لا تذكر، بس أهم صفقة هو مارتن أوديجارد اللي أساسا كان إعارة مع الفريق قبل كده، بس تم شراؤه رسمي في صيف 2021. بداية الموسم ده كانت كارثية، 3 خسائر متتالية في الافتتاح من برنتفورد وتشيلسي وخماسية تقيلة من السيتي. ورغم انهم بعد كده كانت نتائجهم طبيعية وكانوا افضل الى حد ما، لكن تعثروا تاني وخسروا قدام الليفر برباعية نظيفة، وبيستمر مسلسل تضييع النقاط والخسارة في الماتشات الكبيرة. لكن الحقيقة الموسم ده كان افضل من المواسم اللي فاتت، وبصمة ارتيتا كانت واضحة. الاداء حلو وكان بيتطور مع الوقت، وقدروا على اخر الموسم يقربوا جدا من المنافسة على الدخول للشامبيونز ليج. مش كده وبس، دول كانوا هيفنشوا الموسم كمان توب 3، ولكن في آخر لحظات الدوري بيتعثروا كده وبيخلصوا في المركز الخامس بالعافية ب69 نقطة، وبيدخلوا اليوروبا ليج من تاني، وده الإنجاز الوحيد اللي في الموسم، لأن هم خرجوا من بطولتين الكاس. نهاية موسم قوية بتبشرنا ببداية عظيمة منتظرة لفريق هيبقى كويس مع الوقت مع المدرب ده مايكل أرتيتا.